سلام سلام عسلاتي، واش راكم؟ صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين عليكم. اهلا وسهلا بكم بقناتي وقناتكم رحيمو اللي تجيب لكم غير الوصفات السهله والسريعه والاقتصاديه وبزاف بنينه. اليوم جبت لكم البنات وصفه حلوه سهله وسريعه. يعني حلوه جافه بطريقه سهله وسريعه، يعني راها دايره حاله. تشبه هذيك حلوه الياغورت، بس بصح ماشي هي هذه، ديروها بالزبده. كاين بزاف الناس ما يحبوش الحلوه تاع الزيت، يعني يحبوا تاع الماغارين. اليوم راح نديروها بالزبده ولا الماغارين، يعني بمكونات سهله وسريعه، وتجيكم كونتيتي هايله البنات. وبنتها هبال، ما عندي ما نقول لكم، ديروها في مناسباتكم، في العياد، في رمضان، ديروها في اي وقت حبيتوا، في نجاحات وليداتكم ان شاء الله ربي ينجحهم. نبداو بالمكونات والطريقه البنات. عندي لهنا ريش سيبيو كما كتشوفوا، وضعت فيها زوج بيضات بحالة الغرفه، وضعت عليها 250 غرام ماغارين، وضعت عليها كذلك كاس سكر سكر غلاس، يعني يكون مغربل. فوالا، بعد ما حطيت المكونات هذو كامل مع بعضهم، وضعت عليهم ملعقه من الفاني، ولا تحبوا ديروا السائله، تحبوا ديروا بودره. نخلط هذوك المكونات مليح مليح باليد. تحبوا ديروا البنات تخلطوها بالباتر، تحبوا تخلطوها بالفوي، تحبوا تخلطوها بالبرا، يعني باش حبيتوا تحبوا حتى بيديكم. كاين بزاف ناس يحبوا يديهم ولا ما عندهمش هذوك الامكانيات، يعني نقول لكم اي حاجه تقدري ديريها بيدك ولا بالحوايج هذوك، المهم تكوني نتيا حابه ديري. فوالا البنات، وضعت كذلك نصف كأس من المايزينا، وخلط المكونات كامل مع بعضهم. اليوم الكاطو تاعي البنات راح نديرو بنكهة الموز. بنكهة الموز يجي بزاف شباب وبزاف بنين، يعني هايل هايل هايل. اللي تحب ديرو بنكهة الليمون ثاني يجيها بزاف مليح. جربوها البنات وما كنتش راح خلاص تندموا عليها. انا يلا هنا جبت الفارينه ونبدا نغربل فيها بشويه البنات، يعني متكثرش الفارينه، تروحوا ديروها ضربه واحده من بعد تجيكم العجينه هذه يابسه ولا الكاطو تاعكم يابس. هذا الكاطو والله هذا النوع من الكاطو لازم يكون لكم يجيكم شويه طري، على خاطر كي تبداو تخدموا فيه يزيد يلحق ويبدا ينشف بشويه. على هذه تخلوه شويه طري باه كي ما ينشف يكون سوا سوا. وضعت كيس من الخمارة الكيميائية كما شفتوا، ما يعادل 10 غرام، وضعتها كامل، يعني ماشي نقصت منها ولا درت ملعقة، درتها كامل على خاطر راح نديرها كامل دواور ولا كرابع ولا هكذا، يعني ما مش حندير بالمول ولا حتى نخاف انه الشكل تاعو يروح. فوالا كما تشوفوا هذا العجينه القوام تاعها تكون شويه مازالت طريه طريه البنات، ماشي كاين بزاف بنات يجيهم مشقه ويقول لك علاش راها تتشقق معنا وما تنجحش، على خاطركم تيبسوا فيها، يعني تجمديها كيما الصابلي، من بعد ما تجي تشكليها كشغل تزيد تنشف اكثر وتجيك مشقه. فوالا نجيبوا لهنا، انا مش راح نخدم بالميزان، راح نخدم يعني عيني ميزاني، اللي عندها الميزان ديرهم يعني نفس الكيل. انا راح نوريكم زوج طرق بانكم تفتحوا بهم يعني ديروا الثقبات هذوك تاع الجاتو هذا. تحبوا ديروها بهذا تاع البانسو هذا اللي نخدموا به لي جاتو، تحبوا ديروها بالطرومبه هذيك ولا لا سيرانغ تاع الدواء اللي مالفين نخدموا بها، تحبوا ديروها باي حاجه عندك بصباعتكم، تحبوا واش حبيتوا البنات، يعني هذه حاجه اختياريه. المهم تعرفوا كيف تخدموها بلا ما تتشقق معاكم، وتخلوها تكون طالعه شويه باه انها كي تديروها في الفور تهبط شويه، ماشي راح تهبط بهذيك الدرجه. البنات كاينه ثاني طريقه كيما راكم تشوفوا، تقدروا تستعملوا هذا المونش هذا الصغير تاع البانسو. عندي هذا البنسول الكبير، استعملت المونش تاعو، يعني دير لي ثقبات ملاح وثمثم، يعني بلا ما تتعبوا بياسر. شعلت الفور انا 180 درجه والله 170 درجه على حسب الفور تاعكم وقوته. ندخلهم في الفور مده 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، بصح البنات عسوهم عسوهم عسوهم. انا نقول لكم قبل ما يطيبوا البنات، يعني في 5 دقائق ولا 10 دقائق، تجبدوا المول هذا تاعكم، تعاودوا هذوك الثقبات كشغل تهبطوهم،
هما يطلعوا معاكم، تعرفوا راني دايرين فيها الخميره الكيميائيه، يطلعوا معاكم شويه، نتوما تعاودوا تهبطوهم غير بالعقل. هذا مكان ترجعوا فيه، ترجعوهم للفور يكملوا طيابهم. انا ما نشعلش على الكاطو تاعي من الفوق، خلاص كما تشوفوا دات تحميره من تحت. هذا مكان ما نشعلش عليه من الفوق باه ما يبسليش ويجيني هشوش. عندي لهنا انايا باش راح نرمضو، مش راح ندير فيه نرمضو في الكونفيتير ولا في الكاوكاو ولا. عندي لهنا سوبر كريم ولا ديكوجيل، راح نرمض فيه الكاطو تاعي. راح نغير، خلاص انا جبت لهنا ديكوجيل، هذا تاع الليمون ولا تاع البانان، يعني نتوما واش عندكم. وراح كشغل نجيب البنسو، نبدا نمسح في هذوك الحبيبات. بعد ما خرجتهم من الفور راهم سخونين، خليتهم بردوا شويه، من بعد باه نروح نخدمهم. ماشي نروح نخدم ديراكت كل ساعه يسخنوا، كل ساعه يبداو يتفتوا معايا ويبدا يتكسر لي الكاطو، على خاطر راه هشوش 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 البنات. فوالا جبت بنسو، نبدا نطلي في هذوك الحبيبات بسبر كريم. اللي ما عندهاش عادي تستعمل كونفيتير، ولا اللي عندها الناباج ولا لا جولي تلونو ولا تخلي عنه ابيض كيما هكذاك وتبدا تخدم به. انا يا درت لا كولير الصفراء على خاطر انا درنا لا غوم تاعو بانان عليها، رانا نخدمو كل حاجه الاصفر في الاصفر. فوالا كما راكم تشوفوا نبداو في الكونفيتير، يعني حاجه سهله وسريعه وبزاف بنينه ويعطيك كونتيتي مليحه ويشرفك قدام ضيافك. خصوصا الناس اللي ما يحبوش الكاطو تاع الزيت، نقول لكم هذا مليح ليكم. ولا يحبوا حاجه يعني تكون شابه وبروبر ويحطوها للضياف ولا يدوها معاهم ولا حاجه، يدوا حاجه مليحه. مع انه انا الكاطو تاع الزيت نحبو يعني بزاف، خصوصا هذاك الكاطو تاع الياغورت يعني بزاف هايل وبزاف هشوش، بصح كل واحد وذوقو. لهنا في دوك الثقابي البنات نحبو نديرو لهنا سبير كريم ديكوجيل، ولا تحبوا ديروا كونفيتير تلونوه ولا يعني واش حبيتو. كما قلت لكم حاجه اختياريه، بصح جاني بالديكوجيل هذا جاني بزاف حاجه توب وحاجه بزاف هايله. ان شاء الله يا ربي تجربوا هذا الكاطو السيك ولا الحلوى الجافه اللي بزاف سهله. كما تقولها ماما، تقولها كعور ومد العور، هذا تاع كربعيها تمثمثق بيها، ديري لها تخليها في الفور، خرجيها استيكيها وحطيها تاكليها بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها على السولاتي، خاصه البنات اللي هم حابين يتعلموا ويديروا حوايج خفاف وشابين ويتعلموا الكاطو، يتعلموا في حاجه الخفيفه هذه باش انهم يقدروا يديروا الحوايج هذوك صعاب. كي تعود الطفله على انها دير الكاطو هذاك يجيها هشوش وهكذا، باه تقدر تولي تعرف ديرو تشكلو ولا تنوع فيه، يعني تولي تبدع فيه. كما نعرفوا البنات يموتوا على الكاطو، واول حاجه يحبوا يتعلموها هو الكاطو والتزيين تاعو. ان شاء الله يا ربي نعلموا وليداتنا على التربيه الحسنه والدين الاسلامي ان شاء الله يا ربي، ويجوا من حفظه القران، يجوا من البنات اللي طايعين والديهم يا رب العالمين، وربي يحفظهم لنا ويبعد عنهم ولاد الحرام يا رب العالمين. كما قلت لكم على السلاتي ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، تدعوا لي دعوه تاع خير وترجعوا لي في الكومونتير وتقولوا لي راكم جربتوها كيما مالفين. تعليقاتكم الشابين راهم يحفزوا فيا بزاف بزاف. خير الختام والصلاه والسلام على خير المرسلين.